ناوي على حب يهدينا يروح يهدينا عن وأتوا البيوت من أموالهم. طيب، ولا تضربوا المسلمين. ثلاث جمل ما شاء الله. أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين. المسلم ما تضربوش، أي في غير حد ولا تأديب، ما تضربش، بل عليك أن تتلطف بالمسلمين بالقول والفعل، لأن ضرب المسلم بغير حق كبيرة من الكبائر. كبيرة ضرب المسلم. كاين بعض الناس مازال ما تهضرش معاه يضرب. كيف هذا؟ لازم تعرف واش كاين. والتعبير بقوله المسلمين لأن الإسلام ينهى عن هذا. يعني الإسلام ينهى عن تضرب أخاك المسلم، لكن لا يعني هذا أنه يجوز تضرب الكافر المعاهد أو المستأمن بالتعديل. حتى الكافر ما دام ما ضربكش، ما دام ما تعداش عليه، ما تضربوش، ما كانش حرب بيننا وبينه، ما تضربش. ماشي معناتها في كافر تظلمه وتتعدى عليه، لا. لا تضربوا المسلمين. إذا ضرب المسلمين هذا كبيرة من الكبائر، إلا إذا كان حد من حدود الله يضربه الحاكم أو للتأديب، كالأستاذ يضرب تلميذه، أو الزوج يضرب زوجته، أو الوالدان يضربان أولادهما. لكن الضرب كما قلنا، الضرب في الشريعة الإسلامية عنده شروط وأحكام، منها أن لا تضرب للتشفي. طيب، سنتكلم إن شاء الله عن أحكام الضرب. ثم تحت الحديث 158 روى بسنده عن علي رضي الله عنه قال البخاري عن علي صلوات الله عليه: يجوز قيام الضرب هذا بشرط ان لا تجعلها شعارا، لان آل النبي عليه الصلاه والسلام يصلي عليهم مع النبي عليه الصلاه والسلام، يصلي عليهم اذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا عليه. أما هل نقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، يجوز أن نفعل ذلك، لكن ما يكون شعارا دائما، وإنما أحيانا. إنما الصحابة نقول رضي الله عنهم. أما إذا ذكرناهم مع النبي عليه الصلاة والسلام نقول وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال علي رضي الله عنه: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في آخر ما أوصى به، وهو في عند قرب أجله، كان يوصي بالصلاة وبما ملكت أيمانكم، يعني العبيد أحسنوا إليهم. أحسنوا إليهم، ماشي معناتها كي خلينا لكم العبيد ديروا فيهم واش حبيتوا، لا. العبيد عندنا الشريعة الإسلامية، الشريعة ضيقت مجال استعمال الناس فجعلته فقط عن طريق الجهاد في سبيل الله فقط. يعني الأسير الحاكم المسلم إما أن يعفو عنه، وإما أن يطلب منه الفدية بمال أو تعليم صناعة أو تعليم قراءة للمسلمين، أو يعطيه نصف الحرية يخليه عبد عند المسلمين. لكن العبيد المسلمين كي تقرأ كيف كان المسلمون يعاملون العبيد، شوف ما شاء الله عجب. واش كما ترون وتسمعون ورأيتم وقرأتم في التاريخ تاع الكفار خاصة أمريكا كيف كانوا يعاملون العبيد، كانوا يعاملونهم معاملة
يديهم أو يشتريهم ويقتلوهم، بل كان في الدول الأوروبية وأمريكا العبيد لا يدخلون إلى المدارس، هم كانوا عبيد، هم مش عبيد، هم سرقوهم من إفريقيا، سرقوهم من إفريقيا ودوهم إلى بريطانيا وإلى إسبانيا وإلى أمريكا. والسود هنا كافحوا حتى تحصلوا على كثير من حقوقهم السياسية والاقتصادية. كان في قبل تقريبا 40 سنة أو أكثر السود لما سمح لهم بالدراسة في الجامعات كانوا يدخلون تحت حراسة الشرطة والجيش حتى لا يضربهم البيض. أما عندنا ما عندناش مشكلة يعني. بلال رضي الله عنه صعد إلى فوق الكعبة وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندناش هذه المشكلة الحمد لله محلولة من زمان. أما مشكلة المرأة إلى الآن الناس متخبطين. المرأة هذه ترى كيما الراجل ماشي كيما الراجل، كيف نديروا لها؟ وش هي الحقوق تاعها؟ وش هي الحدود تاعها؟ الضرب تاعها وين يخلص؟ راهم احنا هذه المشكلة محلولة عندنا خلاص باينة واضحة، بينما الناس أرادوا فقط أن يحدثوا مشكلات في أشياء الحمد لله الإسلام جاء وعقلها الحلول. لكن المشكلة والله أولا في الجهل، كثير من الناس يجهلون الأحكام الشرعية، والأمر الثاني هناك من يعلم الحكم الشرعي لكن يرغبه هواه، يحب يسير الإسلام، يحب يسير الدين على ما يقتضيه العصر، وهذا غلط. لازم الإسلام هو يسير العصر، ماشي العصر اللي هو الزمان والعادات والتقاليد هي تسير الإسلام. لأن الله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق وكان يتبع هوى الناس تفسد الحياة. حاجة غلط، حاجة حق. وكان الحق يولي غلط والغلط يولي حق، ماذا يحدث؟ يحدث فساد في التصور، فساد في الأخلاق، فساد، انتشار الأمراض، انتشار الجريمة. نشوف الأمراض النفسية كثيرة، بكري ما كانتش، قليل من يشوف واحد مريض من مرض نفسي. الآن في كثير حتى في المساجد تصير الناس عندهم مرض نفسي وقد يكون عدواني وقد يكون عدوانيا. على كل حال منين جاء الفساد هذا؟ من الحياة ولات ماذا؟ معقدة. لماذا ولات معقدة؟ بسبب أعمال البشر وخروجهم عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى، هذا يدل على أهمية الموضوع. أوصى بالصلاة عند آخر حياته، وأوصى بالإحسان إلى ماذا؟ إلى ما ملكت أيمانكم، وأوصى كذلك بالنساء كما في رواية أخرى. طيب، ثم قال الإمام البخاري في الباب 83 باب سوء الملكة. الأول قال باب حسن الملكة، الآن باب سوء الملكة، يعني إساءة الرجل الصحبة لمماليكه وخدمه. ثم هنا روى حديثين، قال أو 3 أحاديث. الحديث الأول بسنده تحت رقم 159 عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياضرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم
الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هذا أثر عن أبي الدرداء وهو صحيح الإسناد، وقد صحت منه الجملة مرفوعة من النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وشراركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذه الجملة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. إذا شكون هو الخير؟ أولا أبو الدرداء واش قال للناس؟ قال: نحن أعرف بكم من البياطرة. البيطار هو الذي يعالج المواشي والدواب، يعني حيث يقول لهم اللي احنا رانا نداويو فيكم. يعني أبو الدرداء هو من العلماء، علماء تاع الدين، قال احنا نعرفوكم كما يعرف الطبيب المرضى تاعهم. هذا نستفيد منه أنه لازم علينا نرجعوا للعلماء. أما تحييد العلماء وإبعاد العلماء تاع الدين، طبعا العلماء اللي عندهم علم راسخ وتقوى وخوف من الله ويمشوا مع الحق ويدوروا مع الحق، وين يدور الحق يدوروا معه. هذا إذا كان الأمة ولا تستهزأ بهم ولا تبعدهم عن المشاورة والتشاور، يحدث الفساد ويحدث الضلال. ولهذا يجب علينا أن نحترم العلماء. كما قلت لكم في الدرس الماضي: من استخف بالعلماء، قال بعض التابعين بعض الصالحين: من استخف بالعلماء ذهب دينه. اللي يستهزأ بالعلماء ويتنقصهم ويقلل من شانهم ويبعد الناس عنهم، راح الدين تاعه. كيف راح الدين تاعه؟ يقول لي يخلط في الدين ويقول لي الشيطان يلعب به فيخسر الدين تاعه. ولهذا لا بد ان نحترم العلماء. كي نقول نحترم العلماء في كل شيء، في كل شيء، يعني لازم كل التخصصات